لماذا رونالدو؟ قد يتساءل المشاهد لماذا دائما ما يكون كريستيانو رونالدو محور الحديث عند كل مباراة يخوضها ريال مدريد. لمعرفة الجواب تابعوا معنا. البعض يرى أنه موهوب بالفطرة، والبعض الآخر يعتقد أن رونالدو هو نتاج نظام تدريبي معين، لكن النتيجة واحدة، وهو أنه أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم. الرجل الحديدي، هكذا يحب أن يطلق محبو رونالدو عليه، وهو بالفعل لديه بنية قوية ومميزة تجعله من أكثر اللاعبين حضورا في الملعب وخارج المستطيل الأخضر أيضا. يتميز رونالدو بسرعة تقارب أرقام أسرع عدائي العالم، وبقدرة على الارتقاء في الهواء تحاكي لاعبي كرة السلة والكرة الطائرة، وبتسديدات قوية دائما ما تشكل المتاعب لحراس المرمى ولكل من يقف في طريقها. كريستيانو يبدو في أفضل حالاته هذا الموسم، حيث سجل 50 هدفا، 6 أهداف منها بتسديدات رأسية، و3 من ضربات حرة، و18 بالقدم اليمنى، و16 باليسرى، فيما حول 7 ركلات جزاء بنجاح في مرمى المنافسين. ويعتبر عام 2013 مميزا للاعب البرتغالي الذي سجل 28 هدفا حتى الآن في مختلف المسابقات منذ شهر يناير، متفوقا على منافسه اللدود ليونيل ميسي الذي سجل 23 هدفا. رونالدو يتصدر اليوم ترتيب هدافي تشامبيونز ليج ب11 هدفا، ويبدو أنه متجه نحو التربع على عرش هدافي أغلى البطولات الأوروبية. فهل ستستمر الموجة التصاعدية لرونالدو؟ وهل سينجح في تذوق حلاوة الفوز بلقب دوري الأبطال مجددا بعد تتويج عام 2008 مع الشياطين الحمر؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.